نقابة تكشف حقيقة إغلاق مستشفى محمد الخامس وتطالب وزير الصحة بإيجاد البديل للمرضى والأطباء. أكد الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بطنجة عبد الصمد المرابط بأن الأخبار الرائجة حول قرب إغلاق مستشفى محمد الخامس الجهوي بمدينة طنجة من أجل إحداث إصلاحات هيكلية يعرف الكثير من الضبابية والتعتيم حول الموضوع. وأضاف المرابط بأن الغريب في الأمر أن مسؤولي القطاع في اجتماع لهم مع نقابة الأطر الصحية بالمستشفى كشفوا أنهم لا يعلمون أي تفاصيل تخص إغلاق أبواب مستشفى جهوي كمحمد الخامس والذي يستقبل مئات المرضى بشكل يومي، ولا معطيات لديهم حول مدة الإصلاحات ولا تاريخ طلاقها ولا طبيعتها. وكشفت النقابة الوطنية للصحة في بلاغ لها توصلنا بنسخة منه أن هدف الاجتماع هو إخبارهم كمكاتب نقابية بقرار الإغلاق وفقط، حيث أكد المسؤولون إقليميا ومحليا أنهم لا يتوفرون على معطيات عدا ضرورة الإغلاق من أجل الإصلاح، وأنهم لا يعرفون لا مدة الإغلاق ولا تاريخ الإغلاق ولا ميزانية الإصلاح ولا مدة الإصلاح. وأكد البلاغ عن تأييده لإصلاح كل المؤسسات الصحية خدمة للصالح العام والتزاما بمواكبة الوضع الصحي بالإقليم، رافضا في الوقت نفسه القرارات العمودية التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تدبير الشأن الصحي، ودعوته إلى احترام المقاربة التشاركية الفعالة. كما استنكرت النقابة في بيانها سياسة التعتيم التي تنهجها الوزارة الوصية المكلفة بتدبير مشروع إعادة تهيئة بناية مستشفى محمد الخامس، ونحملهم كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع، خصوصا وأن الأمر يتعلق ببناية امتزجت بالهوية الثقافية لمدينة طنجة، وأضحت بمثابة معلمة أو صرحا تاريخيا يجب الحفاظ عليه. رافضة أي استهتار بحقوق العاملين بالمستشفى الجهوي محمد الخامس وبحق المواطن في خدمات صحية لائقة. وأشارت النقابة المعنية إلى أن كل المعلومات التي يتوفر عليها مسؤول قطاع الصحة بطنجة هي مجموعة من المقترحات حول إعادة انتشار الموظفين وإعادة توزيع الخدمات الصحية التي كان يقدمها مستشفى محمد الخامس على باقي المؤسسات الصحية بالمدينة، مثل مصلحة المستعجلات التي يفكرون في نقلها جزئيا إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمنطقة أكزناية خارج المدينة. وأشار المصدر ذاته إلى أن مستشفى محمد الخامس استفاد مؤخرا من عدة إصلاحات كبرى استنزفت الكثير من المال العام، مثلا إعادة هيكلة وبناء المستعجلات التي بلغت كلفتها الإجمالية تقريبا 3 مليارات سنتيم سنة 2019، كما أن باقي المصالح استفادت كذلك من عدة إصلاحات في السنوات الماضية الأخيرة استنزفت مبالغ مالية طائلة من المال العام، كمصلحة جراحة الرجال وجراحة النساء، ومصلحة جراحة الرأس والعمود الفقري، ومصلحة جراحة العظام. ومنها ما يزال في طور الإصلاح أو انطلقت فيه أشغال الإصلاح مع بداية فكرة الإغلاق، والحديث هنا عن مصلحة طب الأطفال الذي انطلقت الأشغال فيه في الأشهر الماضية، مع العلم أنهم يفكرون في نقله إلى مستشفى محمد السادس.